بسم الله ما شاء الله. كوبايتين دقيق يا حبايبي، عاملين اكتر من نص كيلو قطايف ما شاء الله. قطايف بيتي جميله، عجينتها عاملاها في ايدي والعجينه طازه ما شاء الله عليها. بصوا يا حبايبي طريه ازاي وحلوه جميله، بسم الله ما شاء الله. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل القطايف مع بعضينا، هنعمل العجينه بتاعتها في البيت علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. علشان ان شاء الله يا حبايبي ما نشتريش حاجه خالص من بره، يبقى هنعمل عجينه القطايف في البيت ونحشيها مع بعض كمان في البيت ان شاء الله. تعالوا نشوف مقادير القطايف ايه يا حبايبي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا حبايبي هنا كوبايتين دقيق، ده متعدد الاغراض، اي دقيق يعني عندك هتستخدميه ان شاء الله. كوبايتين الا ربع ميه، يعني كوبايتين الدقيق هياخدوا كوبايتين الا ربع ميه. نستخدم كوبايه ونص يا حبايبي، ونخلي ربع الكوبايه علشان فرق الدقيق، علشان ما يزيدش مننا وتضطر مننا العجينه ونضطر نضيف دقيق تاني. معايا هنا يا حبايبي ظرف خميره فوريه، ده 10 جرام، انا هاخد منه 5 جرام بس، يعني هاخد منه معلقه واحده بالمعلقه الصغيره اللي هي بنحل بيها الشاي ديت. معايا كمان يا حبايبي مكون سحري حلو خالص للقطايف، بيخليها طريه كده وجميله جدا، ده معلقه لبن بودره، يعني ده اختيار يعني، بس هو بيطريها معايا وبيخلي القطايف كده حلو وما تتقصفش من، خاصه ان احنا بنخزنها في الفريزر. لما نيجي نطلعها ان شاء الله من الفريزر علشان نحشيها تفك معانا تبقى طريه كانها لسه توينا عاملينها دلوقتي. معايا هنا يا حبايبي معلقه سكر خشن عادي بتاع الشاي، ومعايا كمان ذره ملح. بس ادي كل الحاجات اللي احنا محتاجينها يا حبايبي للقطايف بتاعتنا. هحط المكونات دي يا حبايبي كلها في الخلاط وهضربها، هيبقى القوام بتاعها كده قوام الكريب كده، يعني خفيف، لا هو تقيل ولا هو خفيف. هوريهولكم دلوقتي عامل ازاي. هضرب ده في الخلاط يا حبايبي كله وارجع معاكم تاني اوريكم قوام العجينه عامل ازاي. خلاص كده يا حبايبي انا ضربت العجينه كلها في الخلاط اهي. خدت الكوبايتين الا ربع ميه يا حبايبي، وعلى فكره الميه دافيه من الحنفيه يا حبايبي، مش ميه ساقعه. وما نزودش كمان الخميره يا حبايبي، علشان الخميره لو زادت مني مش هقولها زودها قوي يعني علشان تخمر، لا ما نزودهاش حبايبي، علشان لو كترت مننا الخميره الفوريه هتبوظ مننا القطايف. انا هصبها يا حبايبي في شفشف عندي هنا، هصبها يا حبايبي في الشفشف ده، هصبها في الشفشف ده له بوز من هنا كده علشان يريحني، بدل ما اقعد اغرف بالمعلقه او اعمل جزازه او كبشه، لا هغرف على طول هصبها بالشفشف يا حبايبي كده. بصوا يا حبايبي القوام بتاعها عامل ازاي، ده القوام بتاع الكريب اللي احنا بنعمل به الكريب بتاعنا. نراعي يا حبايبي فرق الميه، ما نستخدمش الميه كلها، ممكن نحتاج الدقيق بتاعنا ياخد كوبايتين ميه مش كوبايتين الا ربع، يعني هنظبط العجينه بتاعتنا على حسب الدقيق بتاعنا، لان الدقيق يا حبايبي يختلف من دقيق لدقيق. هغطي يا حبايبي دلوقتي الشفشف ده كده لمده ربع ساعه بالظبط، وبعدين هنرجع مع بعض نسوي القطايف على النار بتاعتنا ان شاء الله مع بعضينا. شوف العجينه بتاعت القطايف بعد ربع ساعه اهي يا حبايبي. انا حطيت دلوقتي الطاسه دي على النار، لازم طاسه تكون غير لاصقه يا حبايبي، او صاجه اللي هي يعني اي صاجه عندك تكون غير لاصقه، تيفال استانلس تكون اللي هي التقيل. الشعله يا حبايبي اللي هعمل عليها القطايف اللي هي الصغيره ديت مش كبيره، النار هتكون متوسطه ان شاء الله يا حبايبي. اول ما تسخن الطاسه يا حبايبي بالشكل ده كده، هروح عاملاها الفرشه بس فيها زيت، مبلوله زيت بس الفرشه، مش هصب يا حبايبي زيت، لا الفرشه فيها زيت بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده هتعملي يا حبايبي الحجم اللي انتوا عايزينه، هتعمليها كبيره القطايفيه بتاعتك كبيره زي ما بنشتريها، هتعمليها عصافير صغيره، انت براحتك خالص في الحجم حبايه القطايف بتاعتك. مش هاجي عند القطايف خالص يا حبايبي، النار تكون متوسطه، الوقت النار كانت عاليه ههديها رغم من الشعل الصغيره خالص، ههديها. بصي يا حبايبي تعمل الفقاعات دي ازاي، مش هلعب فيها خالص غير لما الفقاعات دي كلها تستوي كده وتاخد الشكل اللي هو شكل السوا بتاعها اللي احنا بنشتريها بيه وبنشوفها بيه في المحلات. هجرب لكم الكاميرا يا حبايبي عشان تشوفوها عامله ازاي. لازم الفقاعات ديت لازم دي تنشف، دي عجين مش هلعب في القطايف بتاعتي غير لما تنشف خالص تبقى زي الناحيه دي كده، لازم تنشف كل يا حبايبي كده. معايا مقصوصه طبعا يا حبايبي هشد بيها، ما ينفعش ان انا اشد بمعلقه او اشد بايد ولا بسكينه، لا هشدها بالمقصوصه بتاعتنا. هي ابتدت تشد يا حبايبي، هي ابتدت تاخد السوا بتاعها كلها اهي، باقي الحبه دي بس كده من هنا، وبعد كده هبدا ارفعها معاكم ونشوفها من تحت. النار هاديه خالص، ما نستعجلش عليها خالص يا حبايبي، ونفضل كده واحده بواحده. ولو عندك حاجه كبيره هتحط فيها 2 هتحط 3 براحتك، يعني هتسعي في نفسك بيها.
تعالوا يا حبايبي نشوفها من تحت. استوت كلها يا حبايبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا من تحت يا حبايبي ها، هتاخد اللون الذهبي ده الفاتح. انا مش هتجل اللون عليها علشان التحمير بعد كده يا حبايبي ما تنشفش مني. حتى فوطه انا يا حبايبي هنا في الطبق اهيت علشان احط القطايف بتاعتي واغطيها على طول بالفوطه. فوطه مطبخ نظيفه. لازم القطايف تتغطى على طول يا حبايبي اول ما اشيلها من الطاسه بتاعتها. هعمل معاكم واحده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. طبعا مش هاتن يا حبايبي زيت تاني ولا حاجه، لان انا دهنت اول مره الطاسه بتاعتي خلاص، مش هاتهن تاني. نشيل القطايف يا حبايبي من الطاسه نغطيها على طول بفوطه نظيفه كده عندي علشان تضطر وتبقى حلوه. بصوا بدات تعمل تقطيع يا حبايبي هديت. النار هاديه يا حبايبي خالص علشان القطايف ما تبص مننا، ونمشي على المقادير مظبوطه. ان شاء الله هناخد احلى قطايف باذن الله. خلاص يا حبايبي التانية ابتدت تستوي. ما نتجلش اللون الذهبي عليها يا حبايبي زي ما قلت لكم علشان ما تتحمكش مننا في الزيت واحنا بنحمرها. بصوا يا حبايبي بالشكل ده كده. هكمل باقي الكميه يا حبايبي. انا كده عملت 2 معاكم، هكمل باقي الكميه عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وارجع معاكم ان شاء الله نقدمها مع بعض. حبايبي نشوف القطايف بتاعتنا. خلصنا كل الكميه اللي معانا. بسم الله ما شاء الله. كوبايتين دقيق يا حبايبي. عاملين اكتر من نص كيلو قطايف ما شاء الله. قطايف بيتي جميله، عجينتها عاملاها في ايدي، والعجينه طازه ما شاء الله عليها. بصوا يا حبايبي طريه ازاي وحلوه جميله. بسم الله ما شاء الله. انتظروا يا حبايبي ان شاء الله هنحشيها مع بعض القطايف ونخليها فاتحه زي كده يا حبايبي زي ما قلنا علشان التحمير. وما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا بالقناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه ان شاء الله يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.